وبيودوها الشقة وبيقولوا لها انها لازم تدفع ايجارها لا اما هتطرد منها، وانها خلاص بقى عندها 22 سنة ولازم تعتمد على نفسها. وابي ما بتبقاش عارفة هي بقى عندها 22 سنة امتى وازاي، وبتبص في الصندوق بتلاقي ذكرياتها بتاع عيد ميلادها ال 16، ومنهم الصورة اللي اهلها صوروها لها في اول اليوم. وبتعرف ان الحل انها تشوف سيليست، وبتدور على امنية تخلي سيليست تظهر قدامها عشان تفهم منها ايه اللي حصل، وبتختار الامنية التالتة اللي بتخليها تعمل اوضتها زي ما هي عايزة، وبتولع الشمعة رقم 3 وسيليست بتظهر عشان تساعدها في تزيين الأوضة. وأبي بتبدأ تقول لها ايه اللي حصل ده، وإن الشمعة حققت لي حلم غلط وبقت كبيرة، بس سيليست بتقول لها إن الشموع ما بتغلطش، وإن كل الناس بقت تعملها كأنها كبيرة وده اللي هي كانت عايزاه. وأبي بتفكر تغير أمنية من أمنياتها عشان تتمنى ترجع لسنها الطبيعي تاني، بس ما بتقدرش تمسح أمنية وتغيرها. وخلاص أول ما الساعة تعدي 12 بالليل هتتحبس في الحياة الجديدة دي، بس بتكتشف ان الامنية رقم 13 ممكن تصلح المشكلة دي.